البيت كله مقلوب ومكركب وانا مش عارفه انضفه، فاقده الشغف ان انا ارتب بيتي. ترتيب البيت تقيل عليا، مش عارفه انضفه، مش عارفه ارتبه. كلنا كستات بيجيلنا ايام كتير قوي نحس ان احنا مش قادرين ننفض ولا نغسل مواعين ولا حتى نشغل غساله. تقبلي في اليوم ده وعاملي نفسك كانك طفله صغيره، طفله صغيره عندها 5 سنين، عايزه بس كل الحكايه تعمل نفسها حاجه حلوه وتشرب حاجه دافيه وتقعد تتفرج على التلفزيون. بعد ما تاخدي وقتك ومساحتك ابتدي بقى قومي شوفي الحاجات اللي مفيش حد هيقدر ينظفها ويرتبها الا انتي. كلنا اتعودنا ان بيتنا ليه نظام معين وترتيب معين، وعشان ننظف بيتنا بالطريقه اللي بتعجبنا لازم احنا نقوم نرتبه. عشان تخففي على نفسك تنظيف البيت وتهوني على نفسك، خدي الوقت اللي انت بتنظفي البيت، شغلي بقى قرآن التلفزيون، شغلي موسيقى انت بتحبيها، اذا كان هوايتك في ايه وايه الحاجة اللي بتريحك وتهدي اعصابك. وابتديت الروتين بتاعي والتنظيف بتاعي اليومي ان انا بنظف الحمام، ودي بداية اي حاجة. اكتر حاجة بتتعبك نظفيها وابتدي بيها، حتى لو انت فاقدة الشغف، حتى لو انت تعبانة. لكن لو تعبانة بجد وحاسة ان مجهودك قليل جدا ونفسيتك تعبانة وهتتعصبي وانت بتنضفي، لا اليوم ده استسلمي واقعدي كده هاديه واعملي فنجان قهوه وحاجه حلوه ليكي. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، لكن لو حسيتي ان انت كسلانه كسل بسيط، قومي بقى ابتدي التنظيف وشجعي نفسك وحركي نفسك كأن في ضيوف جايلك. ابتدي بقى رتبي البيت في خلال ساعة، حددي لنفسك ساعة في خلال اليوم ان انا هرتب البيت. واول حاجة بحب ارتبها واكتر حاجة بتبقى تقيلة بالنسبة لي انا على قلبي ان انا ارتب الحمام، بيريحني. بعد ما ارتب الحمام بعرف ارتب اي حاجة تانية في البيت. وافتح الشباك كده وهويه وادخل بقى على اوضتي، ودي اول حاجه بهويها وافتح الشبابيك. والروتين ده كان بالليل، فعشان اغير كده من شكل السرير غيرت الفرش بتاعه. ابسط حاجه نغيرها في السرير بعد ما نغير الفرش بتاعه طبعا ان نغير من شكل البطانيه وتطبيقتها. ممكن تبقى مثلث، ممكن تبقى زي شكل الفيونكه، او ان احنا نطبقها التطبيقه بتاعتنا العاديه جدا اللي بتاخدش مساحه كبيره. ودي التطبيقه العاده اللي احنا بنحبها وبتبقى واخده مساحه قليله من السرير. وبعد كده عطري بقى السرير بتاعك بالبرفان بالمعطر ايا كان متوفر عندك، عشان ده اكتر مكان بنقضي فيه وقت كبير. السرير بتاعنا انتي لوحدك بتقعدي عليه تشوفي التليفون بتاعك او تكلمي ولادك او تقعدي مع زوجك وقت كبير. عطريه على قد ما تقدري. مش متوفر عندك معطر ولا البرفان بتاعك، ممكن بشوية فانيليا في ازازة كده بخاخة وهتبخي على السرير بتاعك وهيخلي ريحته متغيرة طول الوقت. جددي بقى، مش فانيليا بس، ممكن كمان برسيل جل بريحة اللافندر بأي روايح جديدة. وكيس البرسيل جل مش غالي. هدخل بقى على الصالة عندي، وده كان بالليل زي ما اتفقنا، ده روتين مسائي كده. ان انا قمت كده يعني حاسة ان انا كسلانة، لا هشجع نفسي على قد ما اقدر وهحرك نفسي كرياضة وكحركة لينا. غير من مودي ان انا اتحرك، بغير من المود بتاعي حتى لو حاسة ان انا مودي مش كويس. شلت كل الحاجات اللي كنت شارياها من على ترابيزة السفرة ودخلتها في المطبخ، ولمعت الازاز بتاعه، وشلت كراسي السفرة حطيتها فوق، وابتديت ان انا اكنس بقى تحت الكنب واحرك السجادة عشان اجيب اللي تحتيها. كان في طبعا بواقي اكل ولادي سايبينها، فابتديت ان انا اكنسها على جنب، وكنست كمان السجادة بالمقشة العادية بالمكنسة الكهرباء. خلص من التراب القليل كده اللي تحت السجادة. طول ما تحسي ان في تراب في البيت حاولي على قد ما تقدري ان انت تلميه، عشان مودك كده تحسي ان المكان نظيف ومترتب. ومفيش غيرنا طبعا هيعرف يرتب بالطريقة ديت وينظف التنفيض العميق كده بالليل او الصبح، ايا كان بتحبي ترتبي امتى. ونضفت الشقة بتاعتك بالليل وبالذات الصالة لان دي مدخل البيت. هتصحي الصبح تلاقي الشقة نظيفة، نضفتيها الصبح هتقعد طول النهار الشقة مترتبة. لو ولادك طبعا صغيرين هتخصصي لهم مكان او اوضة للالعاب، لكن لو ولادك كبار هيساعدوك في التنظيف، هينضفوا الاوض بتاعتهم. انا بنضف اوضتي وبنضف الصالة وبنضف الحمام والمطبخ واسيب ولادي يعملوا اوضهم. هنا شغلت الغسالة وعشان ازود من المفعول المسحوق بتاعي، كيس البريكس ده ب5 جنيه فجبته وبحطه على المسحوق كده على طول في الدرج، او بحطه على الكيس كامل. والروتين المسائي ان انا لازم اشغل الغساله دوره بالليل لو في غسيل. طبعا كنت مغيره السرير الفرش اللي عليه فحطيته في الغساله على طول اول باول عشان تتخلصي منه. فكده انا بغسله وبعد كده هنشره على المنشر الداخلي، مش هنشره بره. لكن لو الصبح هفتح الشباك طبعا وهنشره بره على المنشر اللي بره. لان الغساله بتاعتي في المطبخ، فانا هنا دخلت المطبخ وابتديت بالدوره اللي انتوا شايفينها، ان انا شغلت الغساله وهكمل بقى اشوف ورايا ايه الحاجات اللي ممكن ان انا انضفها في المطبخ. كنت جايه
جايبه زبده، فالزبده ديت كانت سايحه شويه، فجمدتها شويه في الفريزر، وهبتدي ان انا اقطعها واحطها في علب التلاجة، واكسرها بالاحجام اللي انا عايزاها، واحطها في التلاجة ان انا اقدر اسحب منها. وباقي قالب الزبده هندخله في الفريزر تاني، ونحتاجه تاني نطلعه بعد كده ونقطعه برده، نكسره على المكعبات اللي انت عايزاها، وفي العلبه برده، وابتدي استخدميها زي ما انت عايزه. وده هيوفر عليكي ان انت تسحبي منها بسهوله. والمواعين بقى اكتر حاجه بتضايقنا المواعين، انا جمعتها كلها. ومن الحاجات اللي تسهل عليكي غسيل المواعين ان انت ترتبيها. لو ما عندكيش حوض تاني زي ما انت شايفه، ممكن نجيب طبق، اي طبق بقى بنعجن فيه او بنستهلكه في اي حاجه. طبعا انا غسلته الاول، وهبتدي ارصص فيه الاطباق. ومصفى عندك قديمه، اي بقى كوبايه فيها تفل بتاع الشاي، تفل بتاع القهوه، بواقي اكل، بنزلها فيها عشان ما تسدش الحوض بتاعك. بنرصص طبعا الكوبايات والاطباق، الكوبايات بره والاطباق بحطها في الطبق. وده ممكن تستخدميه في اليوم اللي يكون مثلا الميه قطعه، ان انت توفري ان تعملي طبقين، طبق للميه وطبق تبتدي تغسلي فيه ميه بصابون. لكن هنا النهارده كان في ميه الحمد لله، فابتديت ان انا اغسل الاطباق، وبشطف طبعا الطبق لو فيه بواقي اكل، وجمعتها كلها في الطبق اللي انتوا شايفينه في الحوض الناحيه التانية. وهبتدي بقى ايدي خفيفه اشطف على طول اول باول، وارصص في مكانه، مش هياخد منك زياده عن 3 دقايق. ارجع الحاجات في المطبقيه، وفي فوطه جنبي كمان، في حاجات ما بتتحطش في المطبقيه بسيبها لغايه ما تتصفى واحطها في المطبخ الخشب من تحت. وطبعا المنظم اللي جنبي اللي فيه المعالق والسكاكين بحط فيه الحاجات اول باول. والمنظم ده كل اسبوعين بغسله، بنزله في الحوض، وبحط عليه ميه بصابون سايل بشويه خل، وابتدي اغسل المعالق والكوبايات والمنظم البلاستيك نفسه. مش كل يوم ببقى قادره ان انا اغسل المواعين، في ايام كتير بسيب المواعين موجوده في الحوض واسيبها لغايه تاني يوم. اما بصحى الصبح ببتدي اغسلها. لازم نتقبل ان في يوم اكون تعبانه، اكون مزاجي مش كويس، في اي حاجه حصلت بتغير مودنا، ان انا مش قادره اغسل المواعين، وبستسلم طبعا ان انا بنام. فتاني يوم الصبح ببتدي ان انا اغسلهم. اي تنظيف واي حاجه تكون تقيله عليكي في تنظيف البيت، حاولي ان انت تقسميها على اجزاء. سواء غسيل المواعين، ممكن اغسل الكوبايات واسيب الاطباق لتاني يوم، ممكن اغسل الكوبايات والاطباق والحلل اللي تكون مثلا فيها حاجات لازقه بسيبها لتاني يوم. بالنسبه مش لغسيل المواعين بس، يعني ممكن اي حاجه في البيت. تنظيف الصاله، ممكن انظف الجزء اللي بحب اقعد فيه، اكتر مكان بيتبهدل من ان احنا بنقعد نتغدى فيه، ارتبه واسيب جزء تاني من الصاله ليوم تاني. يعني على قد ما تقدري، حاسه ان انت فاقده الشغف، حاسه ان انت تعبانه، قسمي التنظيف على ايام. ان انا نظفت طبعا البيت كله امبارح، فالروتين انها تاني يوم الصبح ان انا بقسم التنظيف على نفسي. وعشان نهون على نفسنا الحاجات الصعبه في التنظيف، ممكن وانت بتنظفي تسمعي قرآن، تحطي السماعات في ودانك وتسمعي كتاب بودكاست انت بتحبيه. ده هيهون عليكي ويخلي التنظيف كانه هوايه. وعشان نطرد اي طاقه سلبيه في البيت وننشط نفسنا، ان احنا لازم ننظف الحاجه الصعبه عندنا في البيت اللي فيها دهون عنيده اول باول، بالذات المطبخ. طبعا انا هنا بنضف البوتاجاز، حطيت صابون سائل ربع كوبايه ومعلقه بيكنج باودر كبيره، وزودت الميه السخنه. هي دي اللي هنضف فيها البوتاجاز كامل، وهغير ورقه الالومنيا اللي موجوده عليه. بما ان انت اللي بتقومي بالتنظيف والترتيب وبكل حاجه، وتحضير الاكل والتنظيف والاهتمام بكل حاجه، فانت اهم فرد في البيت، ومن حقك ان انت تهتمي بنفسيتك وبتهتمي باحساسك ومودك. عشان كده لازم نهتم بنفسنا قبل ما عشان نبتدي نهتم تنظيف. بنفسنا، نقسم على نفسنا التنظيف. ولو فاقدين الشغف، نتقبل الاحساس ده، وعلى قد ما نقدر نحاول بحاجات بسيطه نغير مودنا ونجدد حاجات بسيطه في البيت. واول حاجه بحب اجددها كل شهر كده تنظيف البوتاجاز. ده بيحسسني ان انا كاني غسلت كله، واتغسلت انا كمان من جوه، وحسيت بالنظافه وان المطبخ كله كانه نضف. لو حاجات بسيطه بتغيريها في بيتك، هتحسي ان انت مودك اتغير. لو بتنضفي الارض، احتسبي اجرك لله. اعتبري التنظيف ده ان انت بتنضفيه لنفسك، عشان عينك تشوف الحاجات الحلوه، عشان تبقى انت قاعده في المكان وانت مرتاحه، تخشي تعملي الاكل وانت مرتاحه. وهنا طبعا استخدمت الليفه زي ما انتم شايفينها، الخشنه شويه، والفرشه الاسنان دي القديمه انا مخصصاها لتنظيف في المطبخ. وهنا عشان ما نبوظش الفوين، ما نحطيش كميه ميه زي اللي انا حطيتها كده، نقلل كميه الميه اللي احنا في خلال نص ساعه كان البوتاجاز كله نضف. ونضفت كمان الازاز بتاع الفرن والمقابض بتاعت الفرن نفسها، وكمان الكوش اللي انا حطيتها في الطبق عليها ميه سخنه، حطيت من نفس الخلطه عليها. والحوامل بنضفها على البوتاجاز نفسه، وبعدين اوديها عند الحوض وابتدي ان انا ادعكها كويس واشطفها.
في بقى باي فوطه مطبخ، او ممكن ان انت تسيبيه للهواء ان هو ينشف. وكمان الحوامل بتاعته بعد ما غسلتها وشطفتها كويس حطيتها على فوطه لغايه اما تجف، مش هحطها لما تبقى ناشفه. ومسحت البوتاجاز كامل من الجناب ومن قدام. بعد كده بعد ما نشفته كويس هجيب دبوس او السنه بتاعت، دي خطوه مهمه لو البوتاجاز بتاعك محتاج ان هو يتسلك الفوين بتاعته. لكن لو مش محتاج وما حطيتيش كميه الميه ديت هيبقى سهل عليكي ان انت ما تستخدميهاش. كمان نفس الخلطه اللي انا استخدمتها في تنظيف البوتاجاز والحوامل هي نفس الخلطه اللي عملتها في تنظيف السيراميك وعملتها كمان في تنظيف الحوض. اهم حاجه الحجرات اللي انتوا شايفينها او الاماكن ديت لازم نجففها بكلينكس باي حاجه لغايه ما تطمني ان هي جافه تماما عشان تقدر الاشعال الذاتي يشتغل. ممكن نقسم تنظيف البوتاجاز لمرتين او مرحلتين. يعني المرحله الاولى ان انت هتشيلي ورقه الالومنيا وهتغسليه كويس، ويوم تاني هتحطي الفرشه الجديده او المفرش اللي انتوا شايفينه الالومنيا التقيل دوت تاني يوم. يعني نقسم على نفسنا التنظيف، وممكن نشيل الفرشه في يوم وننضفه في يوم ونحط المفرش الجديد في يوم. وبعد ما اتاكدت ان هو اتجفف كامل من جوه ومن بره ابتديت ارجع الكوش وبعد ما جفت كمان الحوامل بتاعه البوتاجاز رجعتها تاني وابتديت ان انا اولعه عشان اتاكد ان هو اشتغل كده كويس. المود بتاعي وقادره ان انا انضفه زي ما قلت لك. الفتحات اللي انا بعملها بالسكينه هنا ما ننساهاش. واهم حاجه واهم خطوه في التنظيف اليوم ان انت تعملي حاجه تكون انت بتحبيها، حتى لو فنجان قهوه صغير او كوبايه شاي بنعناع. ابسط حاجه تدلعي بيها نفسك وتدللي نفسك. اشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد باذن الله.